الجمعيات كاملين اللي عتفنا نديروا ما يمكنش عندنا حنا جوج جمعيات باش غنعطيو بحال المقرات السيد الرئيس. لا اسمح لي كاين جمعيات اخرين عندهم الاعاقه وما عطيناهمش، راه كاين هذيك ديال الملكه لازم راه ما عطيناهاش، هي عندها الاعاقه راه جات. اسمح لي السيد الرئيس، حنا خاصنا نديروا تكون لابيل دوبل وتكون عندنا حنا واحد لجنه الانتقاء كتكون ديال الجماعه ياك باش يمكن لينا حنا نشوفوا المعايير باش غنعطيوهم حنا الجمعيات، ولا الجمعيات حنا ما كانوش ما كيتوفرش على هذه المعايير هذه. وثاني كاين واحد المساله اخرى وانا المهم الراي ديالي الشخصي ان حنا هاد الجمعيات اللي عطيناهم هاد المقرات ديال الجماعه من 2019 واش عمرنا حنا خرجنا شي لجنه اخرى درنا شي تقرير بانهم واش كيديروا واش كيحترموا الدفتر ديال التحملات اللي عليه خداو هذوك المقرات ولا لا؟ فهمتيني؟ ما عمرنا ما درنا هذا الشيء هذا. ولا ديال العاليه راه كان فيها دفتر التحملات 25% فاضله ما كايناش، ما تحترم حتى حاجه في الكيتشارج. الله يجازيك بخير. حنا رئيس حنا خاصنا نديروا واحد اللجنه من الجماعه وتكون على السلطه ماشي مشكل، ونخرجوا حنا نشوفوا الطاقه الحقائق ديال هذوك الجمعيات اللي عطيناهم. حنا هذه ديال الراجل جوج حنا ما عرفناش واش كيديروا تما، حنا سيدين بما ما عرفناش واش كيديروا، واش عندهم شي استغلال، واش عندهم ما كيعطونا شي منتوج، ما كيعطونا منتوج لا والو. كنعرفوا الاهتمام اللي كيولي سيدنا الله يسترو للمعاقين، اهتمام كبير ياك. حنا دابا اش نديروا؟ ندوزو المقرر ندوزو المقرر نتفق معاك نتفق معاك فيه. سي الرئيس كاينه مدرسه ابتدائيه كاينه حداها وعندنا الاقتصاد 55 دري وما قدرناش نجيبوا ليها الوليدات تما لهذاك المقر. حنا قلنا هذاك المقر غادي تكون اداره غادي تكون شي حاجه فهمتي، هذا هو اللي كاين. اما باش حنا لاي جمعيه ناقصه نعطيوها جمعيه. لكن قالت الرئيس المقر قال دابا في التقرير ديالها بانه غادي ندوزو غاشي الله يجازيك بخير سي الرئيس. نأجلوا انا النظر ديالي نأجلوا هذه النقطه حتى نعرفوا واش غادي نديروا. بالنسبه للمحضر ديال الدوره راه كاين فيه هذا الكلام اللي قلتو، وكنظن راه متفق عندكم. كنعتقد بانه جات واحد المجموعه ديال الساكنه ديال دوار العين بطبيعه الحال، واحد الدوار عشوائي اللي كاين في كيلومتر نقطه كيلومتر 36 جاب واحد شكايه المجلس وحطوها بلا كيجي دو ريسبسيون ديالها فيها 140 واحد اللي موقعين. كنعتقد بانه المجلس راه في البيرو دوردر، فهذه غادي تاخذ يعني الاجراءات القانونيه كامله. انا كنتهم واحد المستشار كيتهمني بالزوير، فكنظن بان المحضر سجلت فيه الكلام ديالو. حنا في المجلس عندنا يعني الشكايه كيفاش تحطات، وكنعتقد بان ملي كيقول لك مواطن بانني باقي كنخرج ندير الطواليت ديالي بالطريقه البدائيه، كنعتقد بان هذا امر خطير وخطير جدا، وما يمكنش حنا كمجلس نسكتوا عليه، لانه ناتج علاش؟ ناتج على واحد البقعه واحد البؤره خطيره، تجزئه سريه خطيره كاينه نقطه كيلومتر 36 اللي من عبر المنبر ديالكم كناشد السيد العامل، كنقول كناشد السيد العامل الاقليم بايفاد لجنه اقليميه باش تحقق من الامر. وتشوف من كلامي انا اللي قلته في الدوره وانا مسؤول على الكلام ديالي، تنقول بانه كاينه تجزئه سريه عشوائيه في نقطه كيلومتر 36 يعني كتسمى دوار العين، اللي فيها خروقات ديال التعمير خطيره، واللي فيها الناس الوليدات الصغار باقيين كيلعبوا في الواد هارديز ما بين الزناقي، وباقي الناس تيقول لك في الشكايه ديالهم بانهم كيديروا لي طواليت ديالهم بطريقه بدائيه، معناها كيديروا الحجره. وهنا كنتسائلوا سيدنا الله يستر في الخطاب ديالو قال لك ما بغاش المغرب اللي كيمشي بسرعتين، فكنأكد له بان مدينه سوالم لا تزحف ولا تسير بل متوقفه جراء البناء العشوائي. كاينه مافيا ديال البناء العشوائي وانا اتحمل مسؤوليه الكلام اللي كنقول. كاينه مافيا ديال البناء العشوائي اللي استغلات المنطقه حد سوالم، استغلات يعني حد سوالم باش انتشر فيها كالفطر هاد التجمعات السكنيه العشوائيه اللي كتشكل خطر كبير على مدينه حد سوالم، لا على مستوى الاناره لان كنوليو كنشوفوا ضعف الاناره دابا لانه كاين بزاف ديال الكونسوماسيون، لا على بالنسبه للصرف الصحي، لا بالنسبه للماء، وكاينه مشاكل خطيره ديال الاستنزاف الفرشه المائيه لان السلطات هنا كاينه امور خطيره كتحفر الابار بدون تراخيص. فكنعتقد بان السيد العامل ان شاء الله غتوصلوا هذه المعلومات كامله لان دازت في دوره رسميه، وكنطلبوا افاده واحد اللجنه اقليميه اللي تثبت هذه الامور هذه ونرفعوا الحيف على هذه المدينه هذه. هذه المدينه مظلومه، حنا بغينا نخدموا، بغينا يعني ناديو الواجب ديالنا، خصوصا وان الساكنه كانت كتعقد علينا امال وصفتي شخصيه امال كبيره، ولكن الغالب الله نتمنى السيد العامل انه يجي ويتصنت لنا وغادي نعطوه بالضبط فين كاين الخلل، وكل يجبد ورقه، ما غاديش نديروا اتهامات باطله، كل غادي يجبد ورقه، اللي عنده شي ورقه يحطها واللي عنده دليل شي حاجه يقولها. وانا كنت هضرت معكم دابا بقلب مفتوح، نتمنى الكلام ديالي يوصل للجهات المسؤوله على اساس اننا نرفعوا الظلم على هذه المدينه هذه لانه كفانا عبثا،
كفى عبثا. وهذه المدينه لما ساهمتوش نتوما وحنا معاكم باش كل واحد يتخذ في حقه القانون، كل واحد ارتكب شي جرم خاصو يتخذ حقه القانون، فكنظن ما غادي يكون اسوء. ولكن انا جد فرح للمستقبل بمعيه السيد العامل سي جمال خلوق اللي كنعتقد بانه دير اكثر من جهده، ولكن سمعتوا في الخطابات ديالو تيقول بانه تيخدم حتى السبت والحد. فاحنا كنتمناو الزياره المقبله ان شاء الله غتكون زياره مكاشفه، وغنحطوا الاوراق اللي عنده شي واحد على شي حاجه اللي يستروا بغيت ربي ما يستروش. شكرا جزيلا.